السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع، يا مرحبا في هذا الفيديو الجديد. غيبنا وطولنا الغياب، ولكن كل غايب عذره معه. البعض يقول منعوكم من الفيديو، ما منعوناش. العفو جاء من السيد القائد ومن الأخ الرئيس المشاط والأمور طيبة وما بالشيء، ولكن النفسية يعني ما عاد زي أول. موضوع العلم اليوم شفت موجودات من أول، والله ما جبتن ولا هذا الأعلام. أنا دائما احترم العلم اليمني. أي يمني بيحترم العلم اليمني. شخص لا يحترم العلم اليمني هذا ليس بيمني، واليمن لا تقبله. هذا شعارنا، هذا وطننا. العلم هو الوطن. هذا من تصير من في راس الجماجم بتروح من أجل العلم والوطن. في كل موقع بيتم التضحية من أجل أن يرفع هذا العلم. فاليوم بنتكلم، أتمنى أنكم تسمعوا حتى الأخير. نهنئ شعبنا اليمني العظيم بمناسبة عيد 26 سبتمبر. هذا العيد بيقولوا ما فيش احتفالات. أمس تم إيقاد الشعلة في التحرير، واحتفالات ورفع الأعلام اليمنية في التحرير والرقص بالعلم اليمني. والرئيس المشاط أدى كلمة بمناسبة هذا العيد، وخلفه العلم اليمني. الطائرات اللي بتمشي، طائرات الآن هذه الأيام في الجو، رافعة العلم اليمني. العرض العسكري الذي حصل في 21 سبتمبر عرض الكبير جدا. الأعلام اليمنية، عرض الكل، القيادات العسكرية كلها، على الرئيس نفسه عامل العلم على رقبته على بطنه. لا تزايدوا، فاسمعوني وافهموا الموضوع جيدا أيها الشعب. أن قيادتنا السياسية وشعبنا بهذا العيد، وأيضا بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ندعو الشعب اليمني العظيم المهيب أن يحضر إلى ميدان السبعين لإحياء ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خلاله ستصل رسائل كبيرة للغرب لمن لا يفهم بأننا متمسكون بديننا وبنبينا. لأن هذا الأيام أنتم بتشاهدوا وبتسمعوا الكثير من الإساءات إلى الدين وإلى النبي وإلى القرآن. وأتمنى إلى اللجنة المنظمة، هذه رسالة مني كذا، أنه يتم أيضا رفع القرآن الكريم والمصحف، بما نشاهد هذا الأيام من الاستهزاءات اللي بتحصل من حرق القرآن في بعض الدول. ولذا احنا نوصل رسالة من يمن الإيمان والحكمة بأننا مع ديننا، نبينا، مع قرآننا، وسترون الحشد الكبير جدا الذي سيحضر من أجل إحياء ذكرى مولد نبينا صلى الله عليه وسلم. في موضوع العلم، أنا أمس تفاجأت، وأغلب الشعب اليمني تفاجأ. شعب عظيم هذا تفاجأ لما شاف أمس بعض من العساكر في بعض الجولات بيقوموا بنزع العلم اليمني من فوق السيارات، بنزع القلب، بينزع قلبك من فوق السيارة. أنا أقسم بالله كنت أقول هذا مش في صنعاء، وعانت قلت هذا يمكن أن يكون في صنعاء دبلجة، ولكن اتضح فعلا أنه في صنعاء. لماذا؟ إيش اللي حصل؟ ما هو السبب؟ يتم نزع العلم اليمني. عانينا كثيرا في بعض المحافظات، والجميع يعرف ما حصل في بعض المحافظات للعلم اليمني، لكن أمس زاد الحديث عن ذلك، رغم أنه لم يندعس ولن يندعس في صنعاء العلم أبدا، ولما تم نزعه. وهذا غلط، يعني لا نبرر، ولكن غلط 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 أن ينزع العلم اليمني من فوق السيارات، لأنهم بيقولوا داعس وحرق. لا يمكن ذلك، ولكن دعس العلم اليمني في محافظات نحن نعرفها. يزايدون اليوم ويتكلمون اليوم، سكتوا عندما اندعس العلم اليمني في شبوة، والجميع يعرف، وأنا أتحدث آنذاك. دعس العلم اليمني، بل أطلقوا عليه الرصاص، بل حطوه في الطريق والسيارات تمشي من فوقه، استهزاء باليمن وبالعلم اليمني. وكان الذي يزايد والآن هم في الخارج على العلم كانوا ساكتين، لم يتكلموا آنذاك، رغم ما حصل في بعض محافظات اليمن. ورفعوا في بعض المحافظات أعلام خارجية وأعلام محتلة، رافعينها الآن في بعض المحافظات، ومنها سقطرى، والجميع يعلم بالأعلام المرفوعة هناك. أين أنتم من هذا كله؟ أين أنتم؟ أنا لو أبرر العمل الذي حصل في صنعاء بل ننتقد، وإن شاء الله أنه تم القبض عليهم الذين عملوا هذا العمل كاستهزاء أن يتم سحب العلم والتصوير وفي صنعاء. والله ما توقعت أنا
أقسم بالله ما توقعت ولا 1% أنه يتم نزع العلم اليمني، لأن شعارنا في اليمن هو هذا الشعار: اليمن فوق الجميع. وهذا هو ليست كما يقول الرقعة أو خرقة، لا، هذا وطننا، هذا يمثلنا، هذا بتصير عليه جماجم، وبيتم رفع العلم هذا في أماكن كثيرة. يضحي الإنسان بدم من أجل الوطن، وفي الأخير بيرفع هذا العلم. لذا ما حصل نستنكر ما حصل. هؤلاء لا يمثلون اليمن، إما فئة لديها أمر ما أو ضابحة أو قيادات سيتم تغييرها، لأن هناك سيتم تغيير جذري، سيتم تغيير جذري في الحكومة وفي مؤسسات الدولة، أو ربما يتبعون أناس يبلبلون ويحبون البلبلة وتشويه صورة اليمن وتشويه صورة الدولة المتماسكة القوية وتشويه صورة الحفل الذي حصل بالعرض القوي جدا في 21. ليش يشوهوا هذا العرض؟ يشوهوا لأنه رفع العلم اليمني وتشويه صورة اليمن، ويخلي الحديث كله عن العلم اليمني وينسى الحفل اللي أقيم وأيضا المولد النبوي، ويخلي الناس ويتوهوا الناس. ما معناهم مآرب، والله أعلم، وسيتم كشف ذلك من قبل الأجهزة الأمنية والمحبين لهذا الوطن. لا يمكن أن يتم استهزاء بالعلم في صنعاء، مستحيل. والله أنا أقسم بالله أني من الأشخاص الذين استغربوا، وهناك فيديوهات موثقة، لا ندافع أو نقول هذا مش في صنعاء، نعم في صنعاء، ولكن هؤلاء من وراءهم؟ ما هو السبب الذي جعلهم يسحبوا العلم اليمني بتلك الطريقة؟ أين الوطنية؟ أين الوطنية فيها؟ لا يوجد وطنية، ولا يشرفون اليمن. هذا لا يتم مهما كانت المسببات، مهما كان، حتى وإن كانوا مستفزين اللي بيرفع العلم ويمشي عشان هذا كلام فاضي. هذا العلم اليمني يجب أن يقدس، يجب أن يحترم مهما كان، لأنه شعارنا كيمنيين موحدين. أما نحن نجي ندعس العلم في شبوة ونقلعه في سقطرة ونهين كرامته في عدن، ويجي صنعاء وفي الأخير يستهزأ به ويسحب من المواطنين. ما هذا؟ ما هذه اليمن التي شتتوها ومزقتوها ودمرتوها، وإحنا بنقول هنا تجتمع اليمن، هنا قلب العاصمة، هنا عاصمة اليمن، هنا صنعاء، هنا التي تجمع الجميع ويأتي إليها الجميع، هنا قلب اليمن النابض، هنا القوة، هنا الصمود، هنا العزة، هنا الشرف في صنعاء. وتجوا تشوهوا سمعة اليمن وسمعة الشعب وقوة هذا الشعب هذه الطريقة. هذا العلم بيتم تضحيات مئات الآلاف من الشهداء من أجل هذا العلم، وأنت تستهزئ به بهذه الطريقة. ليش؟ أكيد هناك تحقيق في الأمر إن شاء الله، وسيتم كشف الملابسات التي حصلت ومن هم وراء ذلك الذين يسعون لزعزعة هذه زعزعة. ما هو هذا لما تجي تسحب من المواطن العلم وإحنا عايشين في أمن وأمان، والحمد لله في صنعاء وفي المحافظات التي تحت قيادة حكومة صنعاء، والحمد لله للأمانة أمن وأمان وجمال. ولكن تجي بهذه الطريقة. الآن لما يجي يسألني شخص، أوكي أنا في صنعاء وأنا أمدح حكومة صنعاء، يجي يسألني واحد ليش بتسحبوا العلم اليمني؟ أيش أجاوبه؟ أنا بجي أسأل قيادة من القيادات الآن، قيادة ليش بيتم سحب العلم اليمني من المواطنين؟ والله حرج، بحرج أنا، والله أحرج، وما أقدرش أجاوب، ما أقدرش أجاوب، لأنه سؤال صعب، سؤال محرج جدا لكل مواطن يمني يعيش في صنعاء، أو كل قيادي أو كل مسؤول، سؤال محرج جدا. فهذا الأشياء عليكم التفكير قبل أن تعمل هذه الأشياء. أو هناك يعني أشخاص يتم التصرف بطريقة همجية، هذه طريقة همجية. الاحتفال في ميدان التحرير برفع العلم اليمني 26 سبتمبر والقيادات الدولة موجودة وفي الشوارع ينتعون العلم اليمني. ما هذا الذي يحصل؟ لن نرضى ولن يرضى الشعب، ولن يرضى المجاهدين، ولن يرضى المسؤولين عن ذلك، لن يرضى، لأنه علمنا أصلا. نحن الطائرات تمشي في الجو بالعلم اليمني، الاحتفال بالعلم اليمني، في الجبهات يتم رفع العلم اليمني، عزة وشرف وكرامة، هذا علمنا، هذا شرفنا يا رجال. ما لكم احنا نصيح على الذي بيدعسوا العلم، يجي جنبنا يسحبوا العلم ويسحبوا من المواطنين، وعلى الأخوة المزايدين الذي بيزايدوا وخلوا الله يسحبوا العلم اليمني، الاحتفالات بالعلم اليمني. الرئيس نفسه
بيقوموا والعلم خلفه، لا تزايدوا. العلم اليمني علم الجميع، ولكن أتمنى أنه كنتم تثيروا ذلك لما كان يندعس العلم اليمني في شبوة وبعض المحافظات، يندعس بالأحذية وتحتس أقدام السيارات، وأنا لم أسمع تلك الأصوات التي تتكلم اليوم، رغم أنكم قادرين تعملوا شيء هناك. أما نحن هنا بنتكلم وبيتم محاسبة من سحب العلم وليس دعس العلم، بيتم محاسبة من سحب العلم. أما دعس العلم فعقوبتها هنا ماشي سهلة، لن يندعس العلم هنا بل يرفع فوق الرؤوس. أما أصليكم فقد اندعس وأنتم ساكتين، خلونا من المزايدات يعني. فتحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا لكل مسؤول، لكل قائد، لكل مواطن متمسك بوطنيته، مفتخر ببلده اليمن، ويحمل راية هذا العلم الشريف. والله العظيم يا رجال، ما لكم احنا نزيد نتشدد ونزيد نضيع هذا العلم؟ لا يمكن ذلك. ورسالة للقيادة السياسية، نتمنى التحقيق في الأمر، نتمنى التحقيق في الأمر، لأن الأمر هذا مش سهل. ما حصل يغضب الجميع، بتعمل شرخ داخل هذا المجتمع. كلما صفى المجتمع وتوحد المجتمع يجيبوا لنا زوبعة مثل هذه لشرخ هذا المجتمع وتفككه. ولكن الشعب أصبح واعي ويعرف من وراء هذه الأشياء. هذه الأشياء ما وراها إلا مندسين، ما وراءها إلا ناس يريدوا أن يزعزعوا هذا الوطن. الأشياء لا نريدها جميعا. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. وموعدنا 70 للاحتفال بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحياتي والسلام عليكم.